السلام عليكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بتمام الصحه والعافيه. اليوم غنشوفوا واحد لاطارت اللي ساهله ماهله، لاطارت ديال التفاح ولكن بواحد النكهه مغربيه، شي حاجه اللي زوينه. يعني غنزيدوا فيها واحد التفاصيل اللي هي صغيره ولكن غتعطيها واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف. فتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، واللي اول مره كيكتشف القناه كنقول ليه مرحبا بك، اشترك وفعل الجرس باش يوصلوك جديد الفيديوهات. وبسم الله على بركة الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي لاباط ديال هاد لاطارت هادي. اللي هنايا غادي نديرو واحد 150 غرام ديال الزبده. كيف ما كتشوفوا معايا هنا درت الزبده ديال البواطه 150 غرام، وتكون بدرجه حراره المطبخ باش ما تعذبناش في الخدمه ديالها. غادي نزيدو عليها 90 غرام ديال السكر كلاصي. بطبيعه الحال ضروري ما تغربلو لان كيكونوا فيه دوك الكويرات باش ما يجيش باين في العجينه. عندنا واحد الساشي ديال الفاني، قبيصه ديال الملحه ضروريه. هنا غادي نسمو بشويه ديال القرفه واحد الحكه ديال الكوزه. كما قلت لكم هاد لاطارت هذه غادي تكون منسمه بواحد النكهه مغربيه، يعني لا بالنسبه للكريمه لا بالنسبه للعجينه او لا لاباط ديال هاد لاطارت هذه. غادي نخدموا هاد المكونات هادو كاملين غير بالفوي هكا اولا بيدنا، يعني حتى كتندمج ديك الزبده مع داك السكر كلاصي. من بعد غادي نزيدو واحد البيضه كامله، يعني بيضه كلها، وغادي نخلطوا هاد المكونات هادو عاوتاني حتى كيندمجوا مزيان. دوك المكونات كاملين وكيوليو عندنا على شكل بوماد. من بعد فغادي نزيدو 250 غرام ديال الطحين ديال الفورص اللي يكون مغربل. ودابا غادي نخدمو باليد ديالنا فقط، كنرملو هاد العجينه مع ديك الزبده، يعني ما كتدلكش، فقط غير كتجمع. المقادير اللي عطيتكم راها مضبوطه، يعني ضروري ما تخدموا الميزان باش كتجيكم هاد لاباط، يعني هي هذيك. صافي كنبقاو كنخدموها كيف ما كتشوفوا معايا، فراني غير كنجمع برؤوس الاصابع حتى كتجمع كامله. وبعد ما كتجمع فالعجينه كتجي رطبه، كديروها في واحد البلاستيك غذائي وغتخليوها في الثلاجه واحد 30 دقيقه حتى كترتاح مزيان. ومن بعد ما كترتاح فحنايا كنطلقوها سواء ما بين جوج بلاستيكات او لا، انا درت الورق ديال الطبخ هكا وكتطلقوها بالدلاك. يعني السمك ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف باش ما تتهرسش. ويعني كتطلقوها على قد الاطار اللي نتوما غتصاوبوا فيه هاد لاطارت هذه. يعني نتوما كتطلقوه، نتوما كتعبروا حتى كيوصل عندكم القطر ديال داك الاطار اللي غتخدموا فيه. وهنا انا غنخدم في هذا المول هذا الدائري اللي كيتهز داك القاع ديالو. فرشت ليه البابي كويسون، درت واحد شويه ديال الزبده وغطيتو بابي كويسون، وحتى الجناب حتى هما درت ليهم شويه ديال الزبده. صافي. وكيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الطريقه باش كنقلب لاباط في داك المول هذاك، وكنثبت الجناب مزيان بيدي، وكنتاكد بان يعني دوك الجنيبات كاملين مقادين. واللي بقى فرحنا دوك الزوائد كنحيدوهم سواء بالدلاك اولا بيدنا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. ومن بعد ما لبسناها المول كامل فحنا كنتقبوها بالفرشيط وغادي ندخلها للمجمد حتى ملي كنقيسوها كنلقاوها قساحت. الدور ديال المجمد انا ملي كندخلوها للفران ما كتهبطش من الجناب يعني كدي فورمه. غندوزو دابا الكريمه. هنا عندي نص لتر ديال الحليب اللي غادي نسمو بعويضه القرفه، وغادي ندير فيه شعيرات ديال الزعفران حر.
يعني هنا غادي نسم كيف ما قلنا في الاول، يعني نكهه اللي هي مغربيه، القرفه والزعفران حر غنديرو، وغادي ندير واحد نصف الكميه ديال سكر كلاصي. تقريبا درت انا 2 معالق باش ما تجينيش حلوه بزاف، وغنديرو فوق البوطه لدرجه الغليان. في واحد البول اخر غادي ندير 2 بيضات كاملين مع داكشي اللي بقى عندنا ديال السكر سنيده. غندير واحد 40 غرام ديال النشا ديال الذره اولا المايزينا، وغنخلط هاد المكونات هادو حتى نتاكد بان مبقاوش عندي دوك الكريات ديال المايزينا. وبعد ما غلا الحليب، يعني كيغلي وكنخليو فيه دوك القرفه حتى كتطلق مزيان. هنايا غادي نحيد دوك العويدات غير بالمعلقه كيف ما كتشوفوا معايا، يعني بلا ما نصفيو نخليو دوك الشعيرات ديال الزعفران باينين، ولكن العواد ديال القرفه كنحيدوهم. وغادي نبداو نكبوه على الخليط ديال البيض وديال النشا بشويه بشويه، وحنايا كنخلطو بسرعه. يعني غادي نخوي غير نصف الكميه لان عندي البول يعني صغير. من بعد غادي نرجعو كلشي للكاسرونه وغادي نديروه فوق البوطه، وحنا باستمرار في التحريك، ضروري ما تغفلوش عليه نار مهيله حتى كيعقد وكيوجد. بالنسبه للاباط بعد ما دوزات 30 دقيقه في المجمد، يعني حتى قسا حد دخلتها الفران درجه حراره متوسطه، ونخليوها كطيب على خطر خطرها. شوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش مذهب، يعني ما كتهبطش من الجناب، ما كديفورماش، يعني فقط كتبعوا المراحل اللي قلت لكم. كتحيد لنا بسهوله من داك المول. شوفوا معايا حتى يعني داك القاع ديالها كيفاش كيجي مذهب، وكيجي يعني حتى هو مفيني، ولاباط هشيشه بزاف. كنحطها في طبق التقديم. من بعد ما وجدت الكريمه فزدت ليها هنا واحد المعلقه كبيره من الزبده، من الاحسن تكون الزبده ديال الماكله، يعني زبده حيوانيه اللي من نوع جيد باش كتعطينا ديك اللذه. كنخلط مزيان حتى كيذوب كلشي، وكنخويو هذا الخليط ما حدو سخون في ديك لا طارت اولا داك الفون دو طارت. شوفوا معايا دوك الشعيرات ديال الزعفران كيفاش كيجيو، واحد المذاق ما نقولش لكم زوين بزاف، يعني كيعطي فرق داك المذاق ديال القرفه وديال الزعفران. دابا غنخليوها غير على درجه حراره المطبخ وندوزو نوجدو الطبقه الثالثه اللي خديت ليها هنا 2 ديال التفاحات قطعتهم هكا مكعبات اللي صغيره. في واحد المقله كندير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، درت فقط الزبده ديال البواطه اولا ديال العلبه، زبده نباتيه، وغنخليها حتى كتولي عندنا زبده نوازيط. باش كتعرفوها ولات زبده نوازيط كتنقصوا العافيه، وكتخليوها كتبقى كدير واحد الصوت، يعني كتبقى كدير داك الصوت. ملي كتسكت من داك الصوت كتعرفوها صافي راها ولات عندنا زبده نوازيط، وحتى اللون ديالها كيولي ذهبي. من بعد زدت ليها هنايا التفاح، وغادي نزيد هنا تقريبا واحد المعلقه كبيره فقط ديال السكر سنيده اولا 2 معالق، يعني ما كنبغيش نكثر في الحلويات السكر بزاف باش ما كيجيوش كيقهموا. هنا درت راس معلقه ديال القرفه، وغادي نبقى نخلط بواحد المعلقه ديال الخشب. العافيه دائما تكون مهيله حتى كيتحمر كيتحمر اولا كيتعسل هاد التفاح هذا وكياخد داك اللون ذهبي. وشوفوا معايا اللوين اللي كيولي فيه، يعني كيولي على شكل كراميل. دابا راني طفيت البوطه وزدت واحد المعلقه كبيره ديال الكونفيتير، يعني الكونفيتير اللي جاري ديال المشماش صافي. وغادي نبقى نخلط فيه، يعني البوطه طافيه. ومن بعد فحنايا ملي كتبرد ديك الكريمه، يعني ضروري نخليو حتى تبرد. غادي نبداو نوزعو في هذا التفاح بشكل متساوي على الوجه ديال هاد لاطارط هذه حتى كيتغطى كامل. وهذا هو الشكل اللي كتجي عليه، كتخليوها حتى كتبرد وكيبرد داك التفاح. وكتقدموها بالصحه والراحه، كتجي زوينه بزاف، واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتخليو التطبيقات ديالكم سواء على الصفحه ديال الفيسبوك كويزين ام غيت او على الانستغرام حتى هي كويزين ام غيت. ما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك. وكنقول لكم الفيديو وصل للنهايه ديالو، خليت لكم الراحه الى فيديو قادم ان شاء الله.